تعالي بقى يا ست الكل، عشان في كارثة بتتعمل بالحب في الصيدليات ولازم نتكلم فيها بصراحة. حقنة البرد. أي حد فينا يجيله شوية عطس أو تكسير في جسمه يروح جاري على الصيدلية ويقول له ادينا يا دكتور الحقنة اللي بتخلص دي، اللي هي عبارة عن كوكتيل مضاد حيوي على مسكن على كورتيزون. بص بقى الصدمة، الحقنة دي أكبر اشتغالة طبية في التاريخ. أولاً، البرك ده فيروس، والمضاد الحيوي ده بتاع بكتيريا، يعني كأنك رايحة تحاربي دبابة بنبلة، ملوش أي لازمة غير إنه بيضعف مناعتك انتي وبس. ثانياً، الكورتيزون اللي فيها بيخبي الأعراض، فتحس إنك فقتي، بس الفيروس لسه جوه وعمال يسرح في جسمك. تالت حاجة، العك ده كله بيعمل ضغط رهيب على الكبد والكلى، وممكن يعمل حساسية مفاجأة لا قدر الله تقلب بكارثة. طب والحل؟ البرد يعني مية كتير، سوائل دافية، راحة، وفيتامين سي من الأكل الطبيعي، وجسمك هيحارب ويقوم زي الفل. بلاش نسترخص في صحتنا وناخد كوكتيلات مجهولة الهوية. صحتك مش حقل تجارب، خليكي واعية مع كلينيكيو.